هنعمل مع بعض النهاردة الحواوشي الاسكندراني في البيت بطريقة احترافية جدا وبسيطة، مش هياخد مننا ولا وقت ولا مجهود، وكمان هنقول على تريكات كده وحركات في الفيديو. أتمنى إن انتم تتابعوني، بس لو عجبكم الفيديو أول مرة تدخلوا عندي على القناة أتمنى تنوروني في الاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الإشعارات الجديدة، وشيروا الفيديو مع أصدقائكم علشان يشكروكم عليه وكمان يستفادوا منه. طريقته بسيطة وسهلة وجميلة جدا، ما بياخدش فعلا مننا وقت خالص، وحاجة كمان احنا ضامنين جودتها ونظافتها في البيت، وهنعمله بأسهل طريقة. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد زي ما متعودين مع بعض. أول حاجة معايا كيلو ونص من الدقيق، أنا نخلاهم، هضيف عليهم بس حوالي نص معلقة من الملح، وهابدأ أنا معايا الخميرة. طبعًا أنا دايمًا باعمل لها اختبار، الخميرة الفورية، جبت باكيت من الخميرة وحطيت عليه معلقتين من السكر وشوية مَيّة دافية، لإن طبعًا الجو بقى ساقعة، باعجن بمَيّة فاترة، يعني ولا المَيّة سخنة أوي ولا ساقعة، علشان طبعًا الخميرة بتاعتي ما تبوظش. طبعًا الخميرة معايا شغالة، دايمًا أعمل لها الاختبار علشان ما تبوظليش العجين بتاعي. فحطيت الخميرة والملح على الدقيق، هو ملح ودقيق بس، ما بياخدش مننا حاجة تاني. العيش اللي إحنا هنبدأ نعمل عليه الحواوشي، تمام، وهابدأ أنزّل المَيّة، بابدأ كده أخلّص الدقيق وبالِم العجينة وبانعّم عليها لحد ما يكون ما فيهاش أي تكتلات خالص. طبعًا في الوقت ده باضيف المَيّة بالتدريج علشان ما يفتحش معايا العجين واحتاج دقيق. وهنا خلاص كنت خلّصت كل كمية العجين بتاعي، ما شاء الله زي ما أنتم شايفين عجين جميل جدًا. تقدري لو أنتِ ما بتعرفيش تشيلي الرغيف وتفرديه بكل سهولة، تقدري تخلّي العجين ممسوك شوية علشان يتشال معاكِ بكل سهولة وما يتعبكيش في الشيل، تمام. في الوقت ده كده هابدأ أغطي الحلة وألفّتها كده بدفاية علشان يبدأ العجين معايا يخمر. ده أول حاجة بدأنا نعملها في الحواوشي، عجننا العجينة وهنركنها. تاني حاجة هنبدأ نجيب قطعة ليا ضاني، ودي أساسي معايا في الحواوشي علشان آخد نفس النتيجة اللي إحنا بنجيبها من برّه وأحسن كمان. خدت حتة ليا ضاني، ممكن وأنتِ بتجيبي اللحمة تجيبي حتة دهن من عند الجزار وتحطيها مع حتة سمنة، وبشرت نُص كيلو من البصل. أنا هاعمل كيلو لحمة فأنا مش عاوزة بصل كتير، هاحط نُص كيلو بصل على الكيلو اللحمة. كده السمنة وحتة الدهن قدحوا مع بعض، ريحة بقى مش قادرة أقول لكم. نزلت بالبصل الكمية اللي أنتم عاوزينها برضك واللي أنتم تحبوها، بس أنا بافضّل أحط على الكيلو اللحمة نُص كيلو بصل. طبعًا المحلات بيحط كيلو لحمة عليه كيلو بصل، لكن إحنا طبعًا هنعمله في بيتنا لولادنا حطيت نُص كيلو كفاية. هابدأ أنزل معايا كيلو من اللحمة، هابدأ أفككها كده. طبعًا أنا كنت شايلاها من الفريزر وحاطاها على الرخامة فكت، بس طبعًا فيها حاجة بسيطة كده مجمدة، مش مشكلة. هابدأ إيه أسيبها كده مع البصلة، هتبدأ تنزّل ال البصلة هتنزّل المَيّة بتاعتها وهتخلّي اللحمة تفك. وفي الوقت دوّة كنت مخرّطة نُص كيلو من الفلفل الحامي والبارد طبعًا، وكمان بشرت حوالي 5 حبات من الطماطم. ما نزلتش بالفلفل ولا الطماطم غير لمّا اللحمة لونها غيّر، وهنا بقى هادّيها البهارات: مكعبين مرقة، معلقة صغيرة فلفل أسمر، والفلفل الأسمر ده أساسي معايا، وكمان نُص معلقة من ال7 بهارات، وحطيت معلقة صغيرة بابريكا، ونُص معلقة سكر، وكمان حطيت نُص معلقة من الملح على بال ما أضبط الحُدْق، لإن أنا حاطة مكعبين مرقة. وسِبتها كده مع نفسها، أنا مش هاطوّل عليها عشان طبعًا هي لسه اللحمة هتدخل الفرن مع العيش، فمش عاوزة أنشّف اللحمة أوي، يا دوبك بس تنطر الإيدام بتاعها، وإيديّا طبعًا فيها علشان إيه، ما تتلسعش معايا. وفي الوقت ده كانت اللحمة خلصت، بصّيت على العجين لقيت بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لإن أنا لكفت الحلة بالدفّاية جامد وطبعًا قفلت عليها. وهنا كنت قرّصت العيش بتاعي على الردّة. طبعًا هنعمله النهارده على ردّة، أنا ممكن كمان أنا ساعات باقطّعه على دقيق، يعني مش مهم اللي كل مرّة على ردّة، بس بيكون بالردّة
صحّي وكمان طعمه بيبقى مميز. وهنا كده كنت فردته على الصاجات وحطيت اللحمة وبابدأ أقفّل، بافرد الرغيف التاني على وش الرغيف وباقفّل عليه زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله بيبقى ممتاز جدًا. باجيب الرغيف من تحت لفوق كده باقفّل الرغيف، طبعًا لو إيديكِ بتلزق مسحة دقيق أو بتحطي على إيدِك نقطة زيت كده بسيطة علشان كمان تقدري تبططي وش الرغيف يبقى وشه بيلمع وكمان بيبقى أحمر وجميل. كمان أنا ماسحة الصاج مسحة زيت قبل ما أحط فيه العجينة علشان طبعًا الرغيف ما يلزقش معايا وأما آجي أطلّعه أطلّعه بكل سهولة، زي ما أنتم حبايبي كده شايفين الرغيف مش لازق وبيطلع بيترفع بكل سهولة. النار بتكون معايا في الأول عالية وبعد كده باهدّيها، لإن طبعًا العيش بيعوز نار على بال ما ياخد كل اللون، بيكون اللون موحّد، يكون الرغيف معايا من تحت محمِر ومش محروق. ما شاء الله ممتاز جدًا، جدًا، ما بياخدش وقت، من الأكلات الجميلة جدًا اللي إحنا طبعًا بنحبها وبنعشقها، وكمان عملت شوية مَيّة سلطة جنبه كان غدانا في اليوم ده، ممتاز جدًا، جدًا. الكيلو اللحمة عمل لي دُولة 9 أرغفة والصاج التاني كان فيه 6 رغيف، يعني حوالي 15 رغيف. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رغيف مليان لحمة، يعني رغيفين يعني الفرد ياكل رغيفين ويبقى شبعان جدًا وما يقدرش ياكل حاجة بعدهم، لإن زي ما قُلت لكم الرغيف كبير، ممتاز جدًا وكمان مليان لحمة طبعًا ما فيهاش بقى دهون زي اللي بنجيبه من برّه وما فيش بصل كتير، أنتِ بتجيبيه من برّه بيبقى فيه نسبة البصل أكتر من نسبة اللحمة، غير كده بيكون فيه كمية دهون يعني كبيرة جدًا، لكن أنتِ عاملة حاجة ضامنة جودتها ونضافتها. أتمنى يعجبكم الفيديو.